يو وانا على يدك راح اعنس. الله يفك شفته مثل ما ضيج خلق شكريه، بس وين يروح عنا له؟ يلا هسه وين؟ امسكنا 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 شكنم شكنم انت يا فيفي عبد على كيف شكنم مش مالك انت دهيد ولا هاول كم وين مولي جد نشرب مي. رايحين كلكم تزغنبون، خو واحد منكم يروح يتزغنب ويجيب زغنبوت مر وزهر للاخرين. يلا قعدوا قعدوا. تعال وكم جاب شو ورطني يا ربي شو ورطني. ملاطين والله النوب انقمت يا مهند انت وجدك امسدك بهاي الحصه. ملاطين بس شفتوني شويه قفيت واخذت غيلوله المعتاده عليها وانتم تردون شمعون الخير. شاولكم غير تسمعون باغي الغصه عبن كل المونه بيها. مذكرات شلتاغ كفاحي مسلسل عراقي من النوع الفكاهي الريفي، يتحدث عن شخصية العريف شلتاغ، الشخصية العراقية العفوية المعروفة فكاهيتها، وتدور أحداثه بالريف العراقي، حيث يروي شلتاغ مذكراته الحفيدة بعد أن تقدم بالعمر، ويسولف له عن أحداث غير حقيقية ومن نسج الخيال، لكنها تناغم الواقع العراقي وتضفي روح الفكاهة والمتعة من خلال القفشات اللي يقوم بها الفنان خضير أبو العباس اللي يجسد بهذا المسلسل دور شلتاغ. تحياتنا لكم وتحياتنا إلى كل مشاهدي قناة دجلة، وإن شاء الله تكون دجلة مميزة هذا العام في رمضان المبارك، وكيف لا وهي تقدم الملحمة الشعبية الشلتاغية مذكرات شلتاغ كفاحي. هذا العمل أو هذه الملحمة الشعبية هي تأليف وإخراج الكاتب الكبير عمران التميمي، ويشاركني البطولة أيضا الفنان الكبير علي داخل والفنان المحبوب رزاق أحمد اللي هو رزاق سبايكي والفنانة سولاف، وهي شركة يار اللي منتجة الأخ علي زيد اللي يشرف على هيئة الإنتاج زبيدي آسف. الحقيقة العمل قد يفهمه البعض أنه عمل كوميدي فقط، لكن أنه عمل في طياته وبين سطوره حكايات وحكايات، حكايات نضرب بها الأمثال والأمثال تضرب ولا تقاس، كوميديا ناجحة جميلة اجتماعية هادفة تأتي في زمن مليء بالوضع المشحون، الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، لابد من وجود فسحة كي يستطيع المشاهد أن ينقي ذاته، ينقي فكرة. المسلسل من تأليف وإخراج عمران التميمي وتمثيل الفنان علي داخل والفنان رزاق أحمد ونخبة من نجوم الفن العراقي اللي يحدثون عن هذا المسلسل اللي راح يعرض حصريا على قناة دجلة الفضائية خلال شهر رمضان المبارك. استاذ علي، الكوميديا العراقية شلتاغ ومذكراته اللي راح تطل علينا من خلال رمضان هذا العام خلال قناة دجلة الفضائية، تكلمنا عليها. اولا شكرا لدجلة الفضائية حقيقة في هذا الزمن الصعب على الفنان وعلى الدراما العراقية انه انتجت عمل بالاشتراك مع شركة يارا، لانه ظرف جدا صعب على الفنان حاليا وظرف صعب على الفنيين، لانه تعرف حالة تقشف ضربت جميع المحطات والمحطات الكبرى مع الاسف عليها، لكنه دجلة انبرت وهي مشهود لها وشكرا لها والقائمين عليها لإنجاز هذا العمل، وعمل كوميدي والشعب يحتاج إلى كوميديا لأنه يحتاج إلى تنفيس، يحتاج إلى تفريغ، تعرف الجو مشحون سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فبالتأكيد دجلة كانت سباقة جدا، وأنا من يومين قلت لهم لازم نروح دجلة ونشكرها حقيقة، لكن أنتم جيتونا. هلا بكم، شكرا ما تجون. نتشرف، جيتونا الموقع العمل، وهذا دليل على حرص القناة على متابعة أعمالها ومتابعة هموم ومتطلعات وطموح الشعب العراقي. إذا راح ينتظركم جمهور دجلة والجمهور العراقي من خلال عدسته خلال شهر رمضان. إن شاء الله انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك، ومسلسل العراقي لا نقول كبير لكن هو الممتع والجميل جدا، مذكرات شلتاغ كفاحي، تأليف وإخراج الفنان عمران التميمي، وأنا أخوكم ممثل بالعمل أخوكم علي داخل. باشا سلام عليك. حفظك.
أول شيء كل عام والعراقيين بألف خير، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله يا ربي. راح نطل عليكم بهذا المسلسل الكوميدي طلة جديدة بطراز جديد بكتابة حلوة جديدة، بس غايتنا نمتع المشاهد العراقي. تعرف المشاهد العراقي او العراقي تعب من هاي التفجيرات والامور والهاي، فيعني هاي ابسط شيء، يعني فتره استراحه نخليها له يستمتع بهذا المسلسل. المذكرات شلتاغ كفاحي مرتبطه بشخصيه عامه مهمه جدا، شخصيه العريف شلتاغ في اجزاء بيت الطين الاربعه. هذه الشخصيه اخذت حضور ممتاز جدا عند المشاهد العراقي والها روادها، فلذلك احنا يعني استغلينا هاي الشخصيه، عمقناها بشكل آخر، أنه شلتاغ بعد أن يصل إلى مرحلة من العمر بعد التقاعد فيحكي الحفيدة عن مذكراته، يريد يكتب مذكراته، فكيف عريف هتلر عنده مذكرات وعنده باسم كفاحي، فلازم هو يكون له كفاح في نضاله الكبير في مراكز الشرطة. فصار الاتفاق مع قناة دجلة وبدينا نهيئ للعمل ونكتب العمل قد يبدو من ما شفتوه اليوم هو عمل ريفي بحت، لكنه راح نفاجئ الجمهور بأنه شلتاغ راح يكون في أماكن لا يتصورها العقل، لأنه هو كان يكذب في مذكراته، والكذاب خياله واسع، ولذلك ممكن أن يتصور نفسه أن يقرأ خطبة في مجلس الأمن، أن يكون سوبرمان، أن يكون سبايدر مان، أن يكون هاي ضمن مذكرات. نعم هو من ضمن المذكرات أنه راح يحكي الحفيدة طبعا ما مصدق هذا الموضوع، لكنه مجاري لأنه خطبته وزواجه متوقف على طبع الكتاب. مذكرات شلتاغ كفاحي انتظرونا في رمضان على شاشة قناة دجلة. لقناة دجلة الفضائية محي الأنصاري.